أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين من كل مكان. كانت الحياة زمان أكتر بساطة من دلوقتي، وكان أجدادنا ممكن يستغربوا من حاجات إحنا دلوقتي ممكن نشوفها عادية جدا، وكانت عروض السيرك واحدة من الحاجات اللي بتخليهم دايما يستغربوا وبتصير اندهاشهم. العملاق المصري حسن علي كان أكبر حاجة من الحاجات اللي خلتهم يستغربوا من أكتر من 100 سنة. وقبل ما نبتدي، أنا اسمي عمرو طلال. متنساش تعمل لنا اشتراك في القناة لو أنت لسه مشتركتش، والشير واللايك الجميل لو أنت مشترك. اتولد حسن علي سنة 1878 في واحد، لكنه ما كانش طفل عادي، لأنه كان بيكبر بشكل أسرع وكان جسمه أضخم من أي طفل في سنه. حسن ما كانش فاهم ايه اللي بيحصل، لكن كل اللي كان يعرفه ان هو كان اكبر من كل الاولاد اللي في سنه، وانهم ما كانوش بيرضوا يلعبوا معاه علشان دايما كانوا بيخافوا منه. حسن في وقت قليل اتحول لعملاق حقيقي. طوله كان حوالي 260 سم، وطول رجله كان 45 سم ونص. تاجر الحيوانات هاينريش كان رايح سيوة يدور على حيوانات غريبة علشان تعمل عروض في السيرك، لكن هناك شاف حسن علي واتخض من حجمه الضخم جدا. ولأن هاينريش راجل خبير، شاف إن حسن هينفعه في السيرك أكتر من الحيوانات اللي ممكن يجيبها، وقال لك بس الواد ده اكتشاف، وعرض على حسن إن هو يسافر معاه لندن علشان يشتغل معاه. ولأن حسن خبرته في الحياة قليلة وسنه صغير، قال لك بس دي فرصة واتفتحت لك طاقة القدر يا أبو علي. وفجأة من واحد سيوة والصحراء اللي حواليها، حسن لقى نفسه في مدينة الضباب، لندن. كان السيرك لسنين طويلة هو وسيلة التسلية مع المسرح في القرن ال19، وكان في السيرك بيتعرض كل الحاجات العجيبة اللي ممكن تتخيلها أو تشوفها. أصحاب السيرك كانوا بيستخدموا كل اللي عندهم تشوهات، زي البنت إلا هاربر، البنت الجمل زي ما كانوا بيسموها. وطبعا ما كانش فيه أغرب ولا أضخم من حسن علشان يشتغل في السيرك. اشتغل حسن في سيرك بارو ماندبيلي، وبسرعة جدا انتشرت أخبار العملاق اللي جاي من مصر. حياة حسن علي في لندن ما كانتش بتظهر منها حاجة، وما كناش نعرف عنها حاجة إلا من خلال اللقاءات الصحفية اللي كانوا بيعملوها معاه هناك. حسن لما راح لندن اتعمل له سرير مخصوص عشان يناسب حجمه الضخم وعشان يعرف ينام عليه. وقالوا كمان إن لما كان بيفرد إيديه الاتنين جنبه بالشكل ده، كان بيوصل طولهم ل2 متر و10 سم تقريبا. استقر حسن في لندن واتجوز هناك من سيدة إنجليزية. وبالمناسبة دي، قام راجل إنجليزي عمل له جزمة مخصوص هدية علشان تناسب حجم رجله الضخم. الصحافة بتقول إن حسن كان بيفطر 4 كوبايات شاي بلبن مسكرين قوي، ومعاهم نص رغيف وقالب زبدة، وإن العشاء بتاعه كان عبارة عن 2 كيلو لحم بقر أو لحم ضاني بياكلهم كل يوم. زي ما قلنا إن حياة حسن في لندن ما كناش نعرف عنها حاجة غير من خلال اللقاءات الصحفية، عشان كده محدش يعرف إمتى حسن اتوفى، لكنه استقر في لندن هناك طول حياته ومرجعش مصر تاني. سلام.